السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ القصة اللي انا هحكيها دي انا محروج اللي انا اقولها وحزين اللي انا هحكيها، بس انا بعملها عشان خاطر تبقى تنويه لاي شخص اللي هو ما يامنش لاي حد. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. من 7 ايام يجي بلاغ لاسم شرطة ال40، وال40 دي منطقة موجودة في السويس. البلاغ ده يمكن هز أركان الاسم كله، واللي أنا هقوله ده حاجة غريبة جدا غير أي جريمة أنا حكيتها قبل كده، لأن اللي أنا هحكيه ده بصراحة خرج عن الإنسانية والرحمة تماما، وبقينا خلاص عايشين وسط ذئاب بشرية، هو ما يتقالش غير كده. فالمهم عشان ما اطولش عليكم، والبلاغ ده كان بلاغ بشع بالنسبة لرجال المباحث، والبلاغ ده في اسم شرطة ال40 في حي السويس زي ما انا قلت لكم. ويجي هنا رجال الشرطه كلها تتحرك لمنطقه الجريمه، ولما رجال المباحث وصلوا لمكان الجريمه كان الموقف صدم كل اللي كان واقف. لقوا سيده مسنه عندها 85 سنه عايشه لوحدها واقعه على الارض، ووشها مش باين له ملامح من كتر الضرب والتعذيب، والدم في كل حته على الارض وعلى السرير. ورجال المباحث عرفوا الجاني عشان خاطر الست العجوزه دي كانت لسه فيها النفس والروح. وهنا المجرم كان موظف وكان عارف ان الست دي عايشه لوحدها، والمجرم ده ما عندوش رحمه، دخل شقتها بالليل. والغريب بقى واللي صدم الجميع والطب الجنائي اللي الشاب ده اعتدى على الست المسنه دي تحت الاكراه. بعد ما خلص عملته فضل يضرب فيها لحد ما خلى اسنانها كلها اتكسرت وقعت على الارض. والواقعه دي كلها كانت ساعتها الفجر، ويجي من الفجر لحد الساعة 7 الصبح كانت الست عمالة تتألم وتصرخ. والجيران هنا الساعة 7 الصبح سمعوا صوتها وهي بتصرخ وبتتألم، فحاولوا يفتحوا الباب. فلما فتحوا باب الشقة عندها لقوا المنظر ده، راحوا مقدمين بلاغ لاسم شرطة ال40، والشرطة بالفور عملت تحرياتها وجابت المجرم. وبعد كده الإسعاف جات وخدت الست دي ودتها للمستشفى، والحمد لله بعد كده الست عاشت. وبعد كده المجرم اتعرض على النيابة العامة وأصدرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وهو دلوقتي على ذمة القضية ومحبوس 4 أيام. ولما يبقى فيه جديد هطلع اعمل بيه فيديو عشان خاطر اعرفكم ايه اللي حصل. ويبقى انا كده خلصت قصتي. لو انت اتفرجت على القصه للنهايه ما تنساش تعمل لايك وتنزل تكتب كومنت كويس. ولو انت اول مره تتابعني ما تنساش تعمل اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.